حبايبي تانية ثانوي طلاب اللغات، ازيكم؟ مع بعض كده نحاول نوضح اهم الحاجات اللي عندك في البوتري عشان الامتحان. حبيب قلبي بص يا نجم، ان شاء الله هيجيلك سؤال بارافريز. فلما يجيلك سؤال بارافريز هنكتب ايه؟ هتقوله ان ذا بويت الشاعر اللي عندك كان بيكسبرس، كان بيعبر عن الحزن بتاعه عشان هو طبعا زي ما انت عارف فقد حاسة البصر. that he lost his eyesight. He said، هو قال ان the life has now become as dark as death، ان الحياة دلوقتي اصبحت مظلمة كالموت. Losing one's eyesight is like dying، فقدان حاسة البصر عامل زي الموت بالظبط. He asks himself، سأل نفسه ازاي ربنا ازاي ربنا بيتوقع من حد ان هو يشتغل وهو مش شايف. Finally في الاخر وصل للاجابة. ايه هي الاجابة؟ ان الناس اللي بتبقى واقفة كده صبورة وعندها صبر كبير جدا، هي وبتسمع او بتطيع اوامر ربنا، هي برضو تعتبر بتشتغل وبتسيرفنج هم. يعني finally he said that those who stand simply، الناس اللي بتقف كده مستر ببساطة with patience بصبر وبيطيعوا اوامر ربنا، هم are also serving him. طبعا دي كده زي ما بيسموها كده، دي المورال، دي الدرس الاخلاقي او الحكمة من القصيدة. طب لو جه سؤال يا مستر وقال لك ايه المين ايديا، ايه الفكره الرئيسيه؟ هتبدا تشرح برضو ان ميلتون بيعبر عن حزنه لفقدان حاسه البصر، وبيتعجب ازاي ربنا expected او بيقرر to make him blind، ان هو يخليه اعمى. ايه المورال بيربوز، ايه الدرس الاخلاقي؟ زي ما انا قلت لك بقى، ان الناس to accept fate، ان الناس accept God's order، تتبع اوامر ربنا. السؤال ده مهم وافتكر كلامي. اهم سؤال بيجي في المدارس حبيب قلبي، ازاي ميلتون عمل ديفلوب للايديا، يعني نمى الفكره بتاعته عن طريق ان هو عمل حاجتين. ايه الحاجتين يا مستر؟ عمل وان لونج كويشن، سؤال طويل وفيه تعبير عن الحزن والغضب ان هو فقد حاسه البصر. طب الحاجة التانية ايه هي يا حبيب قلبي؟ ايوه الحاجة التانية هي ان هو عمل سيستت فيها الانسر، فيها الاجابة، ان يا مستر لازم الواحد يطيع اوامر ربنا. يبقى هو عمل يا مستر السؤال وبعد كده وضع عن السؤال بالاجابة. الاوكتت والسيستت هتعبر بقى حبيب قلبي وتقول ان الاوكتت يا مستر فيها 8 pronouns referring to him، يعني ان ميلتون هو الشخصيه الرئيسيه وفي 8 ضمائر بيعودوا عليه. والسيستت بيبقى فيها الايه يا مستر؟ فيها الاجابه، وفي 6 nouns and the pronoun referring to God. يبقى الاوكتت 8، السيستت 6. ايه الصراع اللي في القصيده بتاعت ميلتون؟ هتلاقي نفس الاسئله برضو، ازاي ربنا بيتوقع من حد ان هو يشتغل والكلام ده كله. الريم سكيم دي جت في مدرسه احمد حلمي السنه اللي فاتت، اللي هي اللي قدام حضرتك دي، ABBA CDE CDE. طب يا مستر لو عايز figure of speech، ما عنديش اي حاجه غير ميتافور في اول سطر. ويا مستر عندي كلمه sight blight، دي يا مستر ده ده الميتافور اللي عند حضرتك في اول سطر، اللي هي مستر يا مستر when I consider how my light is spent. عندك كلمة sight وكلمة light، بس كده. ده حبيب قلبي كل الأسئلة اللي ممكن تجيلك إن شاء الله تعالى في البوتري تانية ثانوي. ما تقلقش من أي حاجة، ذاكر الكويشنز اللي عند حضرتك دي بس، والبارافريز زي ما قلت لحضرتك كده.